جان والمعيوف يتصدى المعيوف. منير كاريو، منير يتصدى وما فيش حد. إله المعيوف عبد الإله بخاري يأتي بركلة ناجحة للوحدة، ركلة ناجحة للوحدة. 1-0 الآن. منير وإيقالو، ومنير إيقالو. منير يقرب الوحدة. معيوف وحجي، علاوي المعيوف، المعيوف من أجل التسجيل. صالح من أجل الوصول لشباك منير. صالح الشهري قوية يضع بها التعديل. إدوارتي والمعيوف، وإدوارتي من ينجح. إدوارتي المعيوف، أوسكار يقدم الوحدة ويذهب إلى ركلة جزاء في الوقت الإضافي. مصعب ومنير مرة أخرى، مصعب ومنير. ينجح هذه المرة. فيصل فجر والمعيوف والركلة الخامسة. فيصل والمعيوف فيصل للوحدة. تعادل. الحمدان ومنير وكورة. الحمدان يعادل للهلال. ليس بعد، لا تزال مستمرة في الجوهرة. والمعيوف النجعي والمعيوف وكرة هدف. وحداوي سادس. الوحدة يقترب مرة أخرى من اللقب. ضاعت وحدة مكة، باقي تكة. وحدة مكة يقتربون من الفرحة. وناصر يعادل ويرفض ويعيد اللقب. لا زال اللقب في الملعب. علي مكي والمعيوف. علي مكي مرة أخرى اللقب. الحميد ومنير، هل تستمر أم أن وحدة مكة هم أصحاب الفرحة؟ وحدة وسعود يقول لا عود لسه. أمير والمعيوف تصدوا. نام لامست القفاز على ركلة ترجيحية. هل تحسم أم تستمر؟ وكرة استمرار. حمدي ولا المعيوف؟ هزاع ولا عبد الله؟ المعيوف يتصدى. العاشرة للزعيم. هو المعيوف. العاشرة ملكية بتوقيت الزعيم.
حقق الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الوحدة بركلات الترجيح، ووضع الكأس في عرين الزعيم وكتب التاريخ باسم الأزرق وجماهيره. العاشرة للهلال بريمونتادا تاريخية على الوحدة في كأس الملك، حيث بدأت المباراة بضغط من الوحدة، واستطاع خلال الربع ساعة الأولى أن يهدد مرمى الهلال بأكثر من كرة، وبتسديدة في العارضة خلال الدقيقة 9. وفي الدقيقة 35 استطاع كريم يودا أن يفك طلاسم مرمى الهلال بهدف باغت المعيوف والبليهية ليتقدم الوحدة. وقبل نهاية الشوط الأول تمكن جناح الهلال ميشايل أن يسدد في عارضة الوحدة ليقدم أفضل هجمات الهلال في الفترة الأولى. في شوط المباراة الثاني استطاع الوحدة أن يمتص غضب الهلال ويدافع عن مرمى منير المحمدي الذي قام ببعض التصدي الرائعة. الهلال استطاع أن يسجل هدفا من رأسية قبل ربع ساعة من النهاية، ولكن ألغاه الحكم مارشينياك بسبب وجود خطأ على الزعيم. وقام رامون دياز بالعديد من التغييرات لتدارك الأمر، حيث دفع بإيجال عبد الله الحمدان ومصعب الجوير دون أن يستطيع أحد البدلاء أن يقدم الإضافة المطلوبة. وأهدر النيجيري إيجال هدف التعادل في الدقيقة 86 بعد أن سدد من داخل منطقة الجزاء بطريقة غير مثالية. وخلال الدقيقة 9 من الوقت بدلا من الضائع أعاد علي البليهي الهلال إلى المباراة بهدف التعادل. وتحصل الهلال في الدقيقة 6 من الشوط الإضافي الأول على ركلة جزاء ليضيع مصعب الجوير ركلة الجزاء على فريقه. وأضاع الهلال أيضا عدة هجمات خطيرة في الأشواط الإضافية، بينما فشل الوحدة في تهديد مرمى الزعيم، حيث انخفضت المعدلات البدنية للفريقين. واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث أضاع الوحدة ركلته الأولى، بينما أهدر كاريلو ركلة الهلال الأولى أيضا. وسجل الوحدة ركلته الثانية عن طريق عبد الله بخاري، وأهدر إيجال ركلة الهلال الثانية. الوحدة أهدر الركلة الثالثة له حيث تصدى المعيوف لها، بينما سجل صالح الشهري هدف الهلال الأول في الركلة الثالثة. وتمكن الوحدة من تسجيل الركلة الرابعة عن طريق دوراتي، بينما سجل مصعب الجوير ركلة الهلال الرابعة. وسجل فيصل فجر ركلة الوحدة الخامسة، بينما سجل الحمدان ركلة الهلال الخامسة. واستطاع أن يسجل الوحدة ركلته السادسة ليحول الضغط على كتيبة الهلال، لينجح الزعيم في تسجيل الركلة أيضا. ونجح علي المكي أن يسجل ركلة الوحدة السابعة، بينما سجل سعود عبد الحميد ركلة الهلال لتستمر المعاناة. وبصعوبة سجل الوحدة ركلته الثامنة، بينما سدد جان هيون سو بنجاح ركلة الهلال. وأهدر هزاع الغامدي ركلة الوحدة التاسعة بعد أن تصدى لها المعيوف، كما سجل حارس الهلال الركلة الأخيرة.